السلام عليكم. النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في السايبر سيكيورتي وهي ال DNS، وهنفهم يعني ايه اصلا ايه هو ال DNS وبيشتغل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة كده من غير تعقيد. ال DNS اختصار لدومين نيم سيستم، ده نظام مهم جدا وظيفته انه يسهل علينا استخدام الانترنت. يعني هو بيعمل ايه؟ بيحول اسم الموقع اللي احنا بنكتبه زي مثلا جوجل دوت كوم الى عنوان اي بي ادرس. طيب ايه هو بقى الاي بي ادرس؟ اصلا الاي بي ادرس هو عنوان رقمي فريد لكل جهاز او موقع على الانترنت، زي عنوان البيت كده بالظبط. يعني كل موقع او جهاز على شبكة له رقم خاص بيه، والرقم ده هو اللي الأجهزة بتستخدمه عشان توصل لبعض. فمثلا بدل ما أقول جوجل دوت كوم، الجهاز فعليا بيتعامل مع رقم زي مثلا رقم ده، وده أصلا مثال. فبالتالي ال DNS بيحول اسم الموقع السهل اللي احنا بنفهمه إلى IP address اللي الكمبيوتر يفهمه ويستخدمه عشان يجيب الموقع. يعني ال IP address هو عنوان رقمي لأي موقع أو جهاز على الإنترنت. احنا دلوقتي عرفنا هو بيعمل ايه، بيحول اسم الموقع اللي احنا بنكتبه زي جوجل دوت كوم إلى عنوان IP، وفهمنا ايه هو الاي بي. طيب ليه ده مهم؟ لان الاجهزة على الانترنت ما بتفهمش اسماء المواقع، هي بتفهم ارقام بس، اي بي ادرس. فلو انا كتبت في متصفح جوجل دوت كوم، اللي بيحصل ان المتصفح بيبعت طلب للدي ان اس سيرفر. الدي ان اس سيرفر هنا بيبدأ يدور على الاي بي ادرس الخاص بالموقع ده، ولما يلاقيه بيرجعه لينا. بعد كده المتصفح بيستخدم الاي بي ادرس ده علشان يتواصل مع الويب سيرفر الخاص بالجوجل، ويطلب منه البيانات اللي احنا عايزينها زي الصفحة او الصور او اي محتوى، وبكده الموقع يفتح عندنا بشكل طبيعي. بصوا كده على الصورة دي. اول حاجة عندنا اليوزر اللي هو الشخص اللي بيستخدم الانترنت. اليوزر بيكتب اسم الموقع زي مثلا جوجل دوت كوم في المتصفح بتاعه، فبيطلع سهم رايح للدي ان اس سيرفر. هنا الدي ان اس بيستقبل اسم جوجل دوت كوم ويبدأ يدور على الاي بي ادرس الخاص بالموقع ده. بعد ما يلاقيه بيرجع سهم راجع لليوزر ومعاه الاي بي ادرس. يعني كده اليوزر بقى عنده عنوان رقمي يقدر يوصل بيه للموقع. بعد كده بيطلع سهم تاني من اليوزر رايح للويب سيرفر، لكن المرة دي باستخدام الاي بي ادرس مش اسم الموقع. الويب سيرفر هنا هو السيرفر اللي عليه الموقع نفسه، فبيستقبل الطلب ويرد بسهم راجع لليوزر بالبيانات زي الصفحة، الصور والمحتوى. يبقى دي ان اس دي دورة ترجمة الاسم، وبعدها التواصل الحقيقي بيتم باستخدام مين؟ الاي بي ادرس. يبقى الفرق بين الويب سيرفر والدي ان اس سيرفر، الدي ان اس سيرفر وظيفته انه يترجم اسماء المواقع زي جوجل دوت كوم الى اي بي ادرس. يعني هو زي دليل او قاموس للانترنت، اي اسم موقع يدور عليه ويطلع لك عنوانه الرقمي. يعني شغله الاساسي تحويل الاسم ل اي بي. طيب الويب سيرفر ده السيرفر الحقيقي اللي عليه الموقع نفسه. يعني هو الكمبيوتر او النظام اللي بيخزن ملفات الموقع، صفحات، صور، فيديوهات، وبيقدمها لما اي حد يطلبها. يعني شغله الاساسي تخزين وتشغيل الموقع ورد البيانات لليوزر. احنا قلنا ان ال DNS اختصار لدومين نيم سيستم، معناها نظام اسماء النطاقات، او هو نظام تحويل اسماء المواقع الى عناوين اي بي. يعني دومين نيم بتساوي ايه؟ اسم موقع زي مثلا جوجل. طب السيستم ده نظام بيشتغل عشان يترجم الاسماء دي لارقام اي بي ادرس. تعالوا بقى نشوف ازاي الدي ان اس ده بيشتغل. اول حاجة عندنا الكمبيوتر او اليوزر بيحاول يفتح موقع زي مثلا ebc.com. اول سؤال بيحصل جوه الجهاز: هل انا عندي الاي بي بتاع الموقع ده قبل كده؟ علشان كده بيدور الاول في اللوكال كاش، في الاو اس كاش، في الراوتر كاش، او الهوست كاش. يعني اي مكان مخزن فيه الاي بي قبل كده. لو مش لاقي الاي بي بيروح يعمل حاجة اسمها دي ان اس كويري. تعالوا كده نفهم لوكال كاش. دي ذاكرة مؤقتة جوه الجهاز بتخزن المواقع اللي انت دخلتها قريب. يعني لو لسه داخل على الموقع من شوية يجيبه على طول من غير ما يسأل الدي ان اس. او اس كاش دي معناها اوبريتنج سيستم كاش. دي كاش موجودة في نظام التشغيل نفسه زي ويندوز، برضو بتخزن الاي بي ادرسز لفترة معينة. الراوتر كاش، الراوتر اللي في البيت ممكن يكون مخزن شوية اي بي لمواقع اتفتحت قبل كده من اي جهاز على الشبكة. هوست فايلز ده ملف جوه الجهاز تقدر تحدد فيه بنفسك اسم الموقع والاي بي بتاعه بشكل يدوي، وده بيستخدم احيانا في الاختبار او الحماية. لو الجهاز بقى ملقاش الاي بي في اي مكان من دول، بيروح يعمل حاجة اسمها دي ان اس كويري. بيبدأ يسأل الدي ان اس سيرفر هو ايه الاي بي بتاع الموقع ده. طلب بقى للدي ان اس ريسولفر. الكمبيوتر بيبعت سؤال للدي ان اس ريسولفر
انا عايز اي بي بتاع abc.com، والريسولفر بيكون شغال زي الوسيط. الروت بقى سيرفر، لو الريسولفر مش عارف بيروح يسأل الروت سيرفر مين المسؤول عن الكوم دومينز. الروت سيرفر ما بيديش اي بي للموقع نفسه، هو بس بيوجهك للخطوة اللي بعدها. طيب ايه هو الروت سيرفر؟ الروت سيرفر ده اول واعلى مستوى في نظام ال DNS كله، يعني زي المدير الكبير او الدليل الرئيسي للانترنت. وظيفته مش انه يديك الاي بي بتاع الموقع، لكن وظيفته انه يوجهك للطريق الصح. يعني لما DNS ريسيرفر يروح يسأله فين الاي بي بتاع abc.com، الروت سيرفر يرد يقول انا مش عندي الاي بي، بس روح اسأل السيرفر المسؤول عن الدوت كوم. الروت سيرفر بيوجهك لل TLD سيرفر، زي مثلا org.com edu اللي هي education. طيب يعني ايه بقى TLD؟ هي اختصار لتوب ليفل دومين، يعني النطاق الاعلى في اسم الموقع. زي ايه؟ الجزء الاخير من اسم الموقع .com .org .net، ده كله اسمه TLD. الموقع مثلا abc.com، abc ده اسم الموقع، .com ده TLD. طيب دوره ايه؟ TLD سيرفر بيكون مسؤول عن كل المواقع اللي تحت نفس الامتداد، يعني server.com مسؤول عن كل المواقع اللي بتنتهي .com. بعد كده سؤال TLD سيرفر، الريسيرفر بيسأل TLD سيرفر مين authoritative name server الخاص abc.com، يعني مين النيم سيرفر الموثوق. وده مهم جدا لانه اخر جهة تعرف مكان الموقع الحقيقي. ال TLD سيرفر بيرجع الريسولفر عنوان السيرفر الحقيقي authoritative DNS. الريسولفر بيسأل ال authoritative server what is the IP address for abc.com، فيرجع له الاي بي ادرس الحقيقي للموقع. الوصول بقى للويب سيرفر، بعد ما عرفنا الاي بي الريسولفر يرجع له الكمبيوتر يبدأ يتواصل مع الريل سيرفر الخاص بالموقع باستخدام الاي بي. الويب سيرفر بقى بيستقبل الطلب ويرجع بيانات الصفحة صور المحتوى للكمبيوتر. يبقى DNS بيعدي على كذا مرحلة زي سلسلة بحث لحد ما يوصل للاي بي الصحيح، وبعدها الموقع يفتح. يعني ال DNS مش بيجيب الاي بي مرة واحدة، ده بيدور عليه خطوة خطوة لحد ما يوصله. تعالوا كده نشوف السلايد دي. في الوضع الطبيعي عندنا الفيكتيم اللي هو المستخدم بيكتب الموقع اللي هو ده، بيبعت ريكويست لل DNS سيرفر، ال DNS بيرد عليه سيرفر ريسبونس في الاي بي الصحيح. بعد كده الفيكتيم بيروح للويب سيرفر الحقيقي ويفتح الموقع عادي جدا. تاني حاجة بقى اللي هو الهجوم. دلوقتي بقى نشوف الهجوم. الفيكتيم برضو بيطلب نفس الموقع، لكن بدل ما يكلم ال DNS سيرفر الحقيقي بيكلم الماليشيوس DNS سيرفر مزيف تابع للمهاجم. والبقى الاتاكر هنا بيرد عليه بس باي بي غلط، يروح موجهه للماليشيوس ويب سيرفر. اللي بيحصل بقى الفيكتيم يفتكر انه داخل على الموقع الحقيقي، لكن هو في الحقيقة داخل على موقع مزيف. والماليشيوس ويب سيرفر يقدر يسرق بيانات، يسرق باسوردز، او يعرض محتوى مزيف. يعني في الطبيعي بتروح للموقع الصح، اما في الهجوم حد بيضحك عليك ويوديك لموقع مزيف بدل الحقيقي. الهجوم ده خطير لانه بيخليك تثق في موقع مزيف وانت فاكر انه الحقيقي. وبكده نكون فهمنا DNS بيشتغل ازاي، وازاي ممكن يتم استغلاله في هجوم زي DNS spoofing. يبقى يفيدني في ايه بقى في السايبر سيكيورتي؟ فهمك لل DNS بيساعدك تكتشف الهجمات اللي بتحصل في الشبكة، تفهم ازاي المهاجم ممكن يضحك على المستخدم ويوجهه لموقع مزيف، تحمي نفسك باستخدام تقنيات زي HTTPS او DNS security، وده هنشرحهم مع بعض. لو فاهم DNS كويس تقدر تفهم جزء كبير من الهجمات اللي بتحصل على الانترنت. اتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.